في الفترة الأخيرة الذكاء الاصطناعي اتطور وانتشر جدا في معظم المجالات، وبقى فعلا يقدر ان هو يساعدك في كل حاجة. الموضوع ابتدى معاهم بميد جيرني. الميد جيرني ده بيبقى سيرفر على برنامج الديسكورد، وبيمكنك ان انت بقى تكتب للذكاء الاصطناعي اي فكرة في دماغك وهو بيترجمها لك في هيئة صورة. وفي نماذج كتير جدا الصراحة كانت متقنة جدا، وكان برضو في بعض الحاجات الصراحة اللي محتاجة شوية تظبيط، ولكن كبداية للموضوع ده فبصراحة كان مبهر جدا. بدأ بقى الذكاء الاصطناعي الفترة الأخيرة يبدأ ان هو ينتشر في حاجات اكتر، زي مثلا انه ممكن يعمل لك اديتنج للصوت. مش هتحتاج بقى ان انت تستخدم مثلا اوديشن وتقعد تعمل افكتات كتير. الموضوع برضو بدأ ان هو ينتشر بشكل اكبر، وبقيت دلوقتي تقدر تعمل مونتاج بالذكاء الاصطناعي. حرفيا الاي اي دخل في كل حاجه دلوقتي. تقدر ان انت تعمل مونتاج للفيديو بتاعك، فيديو مثلا زي اللي انا بصوره دلوقتي ده، اقدر ان انا اعمل له مونتاج بالذكاء الاصطناعي. الموضوع حلو قوي، مش هياخد منك وقت. الفكره ان هو مش جاهز 100%، يعني مش هقدر ان انا اعتمد عليه. الحاجات اللي انا قلتها لك من شويه دي تعتبر بدايل للبرامج اللي احنا كنا بنشتغل عليها. حاجه مثلا زي الادوبي بودكاست ممكن انها تعوض الادوبي اوديشن، وحاجه برضو زي وايس كات او ران واي، دول الموقعين اللي بيعملوا مونتاج بالاي اي. دول برضو ممكن ان هم يستبدلوا الادوبي بريمير مستقبلا، يعني مش دلوقتي، لان هم محتاجين شويه تطويرات. هنشوف طبعا كل الحوارات دي دلوقتي، ولكن انا بشرح لك الموضوع بحيث ان انت تبقى فاهم يعني. المهم يعني شويه الحاجات اللي انا قلتها لك في الاول دي هي بدايل، حاجات حرفيا لو اتطورت واتعملت صح هتقدر انها تستبدل بقى البرامج اللي احنا كنا متعودين ان احنا نشتغل عليها، وبالتالي طبعا هتوفر لنا وقت كبير، ولكنها ما زالت محتاجه شويه شغل. ولكن مؤخرا بقى بدا الشات جي بي تي ينتشر جدا. عشان تفهم الموضوع، فشركه مايكروسوفت عامله سيرش انجن اسمه بنج ده منافس لجوجل. هما الاثنين محركين بحث، والاثنين مشهورين جدا. المهم ايه بقى، مايكروسوفت قالت لك انا هدمج الشات جي بي تي مع بينج، بحيث اللي بيستخدم بس السيرش انجن بتاعتي هو اللي يقدر ان هو يستخدم الشات جي بي تي. عشان نصحح بس المعلومات اللي احنا لسه قايلينها، الشات جي بي تي مش تبع شركه مايكروسوفت خالص. في شركه اسمها اوبن اي اي هي اللي عامله الشات جي بي تي، وهي بقى اللي بتطوره كل شويه وكده. انما الشات جي بي تي ملوش اي علاقه خالص بشركه مايكروسوفت. كل الفكره ان شركه مايكروسوفت دمجت حاجه شبيهه بالشات جي بي تي في السيرش انجن بتاعتهم اللي هي اسمها بينج، ولكن الشات جي بي تي الاصلي تبع شركه اوبن اي اي، وهي اصلا خدمه مدفوعه يعني. ولكن بقى في بعض المواقع كده بتاخد كوبي منها او بتقلدها او ايا كان، وبتعملها في مسمى الشات جي بي تي، وبتبقى نفس الفكره، ولكن طبعا الشات جي بي تي احسن منه. وده طبيعي طبعا لان الشات جي بي تي بفلوس، انما الخدمات التانية اللي الشركات بتحاول تعملها بتبقى ببلاش يعني. ده مجرد بس تصحيح للمعلومه اللي احنا لسه قايلينها. ايه هو بقى الشات جي بي تي؟ عشان نوضح الموضوع، الشات جي بي تي هو الذكاء الاصطناعي، بس مدخلينه بقى في هيئه شات. يعني مثلا زي ما بتتشات مع واحد صاحبك، لا انت هنا هتتشات مع الذكاء الاصطناعي. الموضوع بقى بعيدا عن ان هو ممتع جدا، وتقدر انت تتكلم معاه بقى وتخليه يسليك وكده، الموضوع ده هيساعدك جدا جدا في المونتاج. وده عكس بقى الحاجات اللي قلتها لك في اول الفيديو اللي هي كانت بدايل بتستبدل حرفيا البرامج دي. الشات جي بي تي بقى هيساعدك في المونتاج. محتاج حاجه مثلا في البريمير انت مش فاكرها، مش عارف بتتعمل ازاي، هتقوم تروح تسال الشات جي بي تي هي الحاجه دي بتتعمل ازاي، كانك بتسال واحد صاحبك. الحلو في الموضوع ان انت ممكن تساله باللغه العاميه عادي، ولكنه هيجاوبك باللغه العربيه. ولكن الحلو في الموضوع ان انت فاهمه وهو فاهمه، فالموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل جدا في التواصل. مش محتاج بقى تكتب له بالانجليزي وهو يرد عليك وتترجم ومش عارف ايه، والموضوع حرفيا حلو قوي وبيتم بسرعه. كفايه بقى كده على المقدمه الطويله دي، وخلينا دلوقتي نتعمق اكتر في الفيديو ونعرف بقى الشات جي بي تي، بالاضافه بقى للكام موقع اللي بيستبدلوا برامج ادوبي. عايزين نعرف بقى هل الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يستبدل برامج ادوبي اللي احنا شغالين عليها من زمان قوي، ولا لسه شويه. فمن غير كلام كتير كده خلينا نبدا في الفيديو على طول. خلينا بقى دلوقتي نجرب نموذج من ضمن برضه نماذج الاي اي، وهو السايلنس ديتكشن، ولكن المره دي بقى في الون ريشير في المورا. برنامج في المورا بقى مع النسخه الجديده بدا ان هو يضيف حاجات اكتر بالاي اي للبرنامج بتاعه، وبدا الصراحه ان هو ياخد اتجاه مختلف تماما عن اي برنامج، لانه بقى بدا دلوقتي يضيف امثله للاي اي، زي مثلا تحديد السكتات. مفيش حد طبيعي يقدر ان هو يتكلم كل الكلام ده ورا بعضه. طبيعي جدا ان هو يتكلم شويه كلام وبعدها يسكت وياخد نفسه كده ويفكر هيقول ايه تاني ويكمل كلامه بقى. الحوار ده بقى بياخد منك وقت لو الفيديو طويل شويه. لو الفيديو مثلا تلت ساعه، هتقعد بقى تمنتج فيديو تلت ساعه بتشيل بس منه السكتات، ولسه انت ما ضفتش افكتات ولا اي حاجه. فالمفروض بقى بالفكره بتاعت البرنامج دي ان هو يشيل لك السكتات حرفيا في اقل من دقيقه. الفكره بقى مش في كده، الفكره هل هو هيعملها بدقه ولا هيسيب شويه ثواني انا ساكت فيها. سريعا كده هنقوم رايحين عند ريكورد من هنا، ونختار ريكورد فويس اوفر، ونسجل لنا حته صوت كده ونشوف البرنامج هيتعامل معاها ازاي. طيب دلوقتي انا خلاص عملت الريكورد بتاعي. هتقوم انت عامل سيلكت عليه كده في البار دي كده، هتلاقي حاجه اسمها سايلنس ديتكشن. لو ما لقيتهاش موجوده فهتقوم رايح عند المين تول بار هنا، وتقوم ساحب السايلنس ديتكشن لفوق وتعمل سيف. نضغط عليها كده. المينيمم ديوريشن دي بقى هي الفتره بتاعت السكته بتاعتك. خلينا نقيس الموضوع ده كده، يعني مش عارف صراحه تتقاس ازاي، بس خلينا نشوف الحوار ده. طيب المفروض كده دي ثانيه، دي ثانيه انا كنت ساكت فيها تقريبا، بقعد ثانيه ساكت، فاحنا هنكترها لثانيه. تمام كده عشان ما يسيبش حته انت تكون ساكت فيها ولا حاجه. خلينا بقى دلوقتي نقوم عاملين ريستارت كده، هو خلاص حرفيا. شوف السرعه، هو طبعا دي حته صغيره، ده تقريبا ملف الصوت 20 ثانيه مثلا. انت بقى بتتكلم على فيديوهات مثلا تلت ساعه نص ساعه، وانا جربت الحوار ده التلت ساعه تقريبا بتاخد دقيقتين معاه. طيب هو من خلال نظرتي السريعه كده حاسس انه ما عملهاش مظبوط قوي. خلينا نسمعها برضو عشان ايه ما نحكمش بالشكل يعني. هنقوم ضاغطين على اكسبورت تو تايم لاين، نلبس السماعات بقى ونشوف الصوت عامل ايه. خلينا كده نجرب
الاي اي في برنامج فيلمورا. السايلنس ديتكشن المفروض ان هو بيشيل السكتات بتاعه اي صوت، زي ما اي شخص طبيعي بيتكلم شويه وبعدين بيسكت. هنشوف دلوقتي هل هيعرف يحدد السكتات دي بدقه ولا لا، لان الحوار ده حرفيا هيوفر علينا ساعات كتير جدا. في ناس بتقعد ساعه او 2 في مونتاج الفيديو الواحد بيقصقصوا بس في الفيديو، لسه بقى هيضيفوا افكتات وانتقالات ومش عارف ايه وموال طويل قوي. فخلينا نشوف كده. طيب والله مش بطال، يعني هو عملها صح في بعض المناطق وعملها غلط برضه في بعض المناطق التانية. يعني تقريبا النص الاول من الملف ده كان مظبوط جدا. هنا الملف ده زي ما انتم شايفين اصلا كده في حتت انا ساكت فيها خالص، حتت برضه هنا ساكت فيها خالص. الحوار ده ليه بقى؟ الحوار ده لان انا عملت الحته اللي انا بقى ساكت فيها او مده السكته من الاخر تبقى ثانيه، وبالتالي تقريبا مده السكته دي والسكته اللي بعدها اقل من ثانيه، فعشان كده هو ما شالهاش. هو شال بس مده السكته الثانيه الواحده بس، لكن لو نص ثانيه مثلا ولا حاجه ما شالهاش خالص بسبب موجوده زي ما هي. وبالتالي الحوار ده ادى الى هنا في سكتتين اهو ما عرفش ان هو يشيلهم. بالاضافه ان هو كل حته هنا كده حته صغيره خالص، ولكن انا خدت بالي منها. هنا برضو في سكته وهنا برضو في سكته، انما اول واحد ده تمام، تاني واحد تمام، تالت واحد لحد السكته دي كده كان تمام. نستفيد بقى من الحوار ده، نستفيد ان هو لسه محتاج شويه برضو. هو كويس جدا وكل حاجه، انه في حوالي تقريبا اقل من ثانيه كان عمل لي كل الحوار ده، ولكن ما زالت محتاجه شويه. يعني اقول لك حاجه، مثلا انا دلوقتي بصور فيديو اهو، في حتت انا هبقى ساكت فيها تقريبا مده السكته تبقى ثانيه واحده، في حتت تانية هبقى ساكت فيها مده سكته اقل من ثانيه، في حاجات تانية هبقى اكتر من ثانيه. الحوار ده مش هيبقى مظبوط على الفيديو كله، في حتت هتبقى تمام وحتت لا زي ما هو واضح هنا. اول حتتين مثلا انا كنت ساكت سكته مدتها ثانيه واحده، بقيت المقطع ده في حتت انا ساكت فيها نص ثانيه مثلا 3/4 ثانيه، فالحوار ده محتاج ان هو يتظبط منهم اكتر. ولكن الصراحه كبدايه فالموضوع ده لذيذ جدا. انا الوهله اصلا كنت حاسس ان انا خلاص هبدا ان انا استخدم السايلنس ديتكشن ده، ولكن حسيت ان هو لسه محتاج شويه. طيب دي اول حاجه في الاي اي في برنامج فيلمورا. طيب ده كي فريم ماشي مالناش دعوه بيه، ده موشن تراكنج المفروض ده طبعا برضو له علاقه بالذكاء الاصطناعي، هنجربه دلوقتي. هنا بيعمل بورتريه بالاي اي. خلينا نجرب الحوار ده، بس عايزين فيديو بقى. ادي الفيديو بتاعنا اهو، خلينا نسحبه. طبعا تقدر تعمل للفيديو نفسه سايلنس ديتكشن عادي. مثلا عايزين نعمل بورتريه دلوقتي، فتقوم عامل سيلكت الفيديو وتقوم رايح عند علامه الشخص دي كده، تضغط عليها ضغطه وتختار اي اي بورتريه. ده شال الخلفيه اصلا. طب انا اتحكم فيها منين؟ ثانيه كده، تمام ماشي. والله مش بطال في التحديد، ماشي وكل حاجه. في حته من ايدي راحت هنا، ماشي تمام. حاجه كده زي الكروما بس بالاي اي. طبعا هو شال حته هنا من الهدوم بتاعتي اهو، زي ما انت شايف الحته دي. لاحظ كده الحته دي كانت موجوده اهو، لكن هو قام شايلها. وده طبعا غلطه من اللبس بتاعي اصلا، لان اللبس بتاعي المفروض ان هو يكون لون ساده. مثلا لو انت بتصور كروما لازم يكون لون ساده ومش لون اخضر ولا ازرق ولا لون قريب منه، علشان ما يغلطش الغلطه دي. لكن كقص عموما كويس مش بطال. خلينا نشوفها على الفيديو بقى مش على صوره. ده هبد حرفيا، ده هبد حرفيا، مش حلو، مش حلو بصراحه. محتاجه بقى تمشيها بكي فريم طبعا زي ما انت شايف. الحوار هيبقى مش عارف انا فين الذكاء الاصطناعي في الحوار ده، ان انت المفروض تعملها لي في ثانيه بقى، مش انا اللي هقعد اعملها لك بكي فريم كمان. طيب نشوف ده كده. المفروض ان هو برده نفس الفكره، ده المفروض ان هو بيعزل الخلفيه برده. تمام كده انا عملت عليه بالماوس كده حددت. بص يعني خلي التحديد بتاعك ما يطلعش بره اطار الشخص كده مثلا. طبعا غلطات، طبعا في غلطات انا عارف وكل حاجه. اول ما تخلص الخطوه دي كده هتقوم رايح عند الادفانسد مود، وبتقوم بعدها ضغط على طول على اخر واحده على اليمين. دلوقتي انا ملاحظ غلطه ورا كده في الهدوم. طبعا دي غلطه من الهدوم اللي انا لابسها اصلا، لان المفروض تبقى لابس تيشيرت سامبل كده، مش الجو اللي انا لابسه ده في وضعيه الكروما. يعني اتمنى بصراحه ان النتيجه تكون كويسه زي ما انا شايفها دلوقتي. ميزه التراكنج ده ان انا دلوقتي بحرك ايدي اهو، فالمفروض ان هو يعني قاصص صح، فالمفروض وانا بحرك ايدي مثلا وبتحرك وكده يكون محددني لسه مظبوط. اتمنى الصراحه يكون مظبوط. وانا اصلا بتصور في اوضاع مش مناسبه للكروما اصلا، طبعا عشان الفيديو طويل شويه تقريبا حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، فهو هيطول شويه. طيب هو اولا تحديد الاطراف حاد زي ما بقول لك كده، هنا تلاقي الاطراف حاده كده مش ناعمه. ثانيا تحديد الشعر مش مظبوط، تحديد برده ودني هنا ما كانش مظبوط، بالاضافه طبعا الحته اللي ورا في الزعبوط دي ما اتحددتش اصلا. كنت قلت لك طبعا من شويه ان في مزايا تانية بالاي اي. خلينا مثلا نشوف كده حاجه مثلا زي عندك هنا الاستابيلايزيشن اللي هو التثبيت، واللينس كوركشن اللي هو المفروض بيظبط الاوتو فوكس تقريبا. عندك برده الموشن تراكنج. الحاجات دي انا جربتها امبارح وبصراحه لقيتها ملهاش اي 30 لازمه، فانا اعتبرها مش موجوده خالص. كل اللي يهمنا هو السمارت كات اوت ده، بصراحه ادى بشكل معقول شويه، في خلاف بس ان احنا محتاجين نظبط الاضاءه، اللبس، السيت اب وكده، وهو هيظبطها كويس. عندك برضو السايلنس ديتكشن الصراحه هنا شغل عالي جدا، ولكن محتاج برضو ان هو يتطور شويه. غير كده بقيه البرنامج بقى بيعتمد على الشغل اليدوي عادي خالص، اللي هو انت تستخدم الكيبورد والماوس عادي وتشتغل شغل زي اي برنامج. النسخه اللي انا بستخدمها من البرنامج هي ويندوز شير فيلمورا 12، احدث نسخه موجوده. كده احنا خلصنا كل ما يخص برنامج فيلمورا. خلينا بقى دلوقتي نشوف الويب سايتس اللي بتدعم الاي اي، ومن ضمنهم طبعا الشات جي بي تي. طيب خلينا كده نبدا. انا من كام يوم جربت موقع اسمه وايز كات، المفروض ان هو تقريبا نفس الفكره بتاعه السايلنس ديتكشن
ديتكشن بتاعت فيلمورا، اللي هو يحدد لك السكتات مثلا ويعمل لك نويز ريدكشن بالاي اي، ولكن له كذا عيب. اولا بيعمل علامه مائيه، ثانيا مش مدعوم ان انت تعمل ريندر بال 1080 انت اخرك 720، ثالثا اصلا الساينس ديتكشن تقريبا حاسس ان هو ما اشتغلش، حرفيا بيشيل ربع ثانيه كده وبيسيب بقيه السكت عادي موجوده. فانا مش عايز اضيع وقتك يعني، فيلمورا احسن كتير من وايز كات. في موقع تاني برضو اسمه ران واي، في بقى شويه حاجات زي مثلا موشن تراكنج، الاي اي بورتري، الحاجات برضو اللي احنا لسه مجربينها في فيلمورا، وفيلمورا يتفوق عليه بمراحل. برضو عنده نفس المشكله بتاعت العلامه المائيه والريندر اللي اخره 720. فمن الاخر كده فيلمورا احسن برنامج او احسن حاجه دلوقتي للمونتاج بالذكاء الاصطناعي، احسن من اي موقع حرفيا. خلينا بقى دلوقتي نجرب الاوديو اديتنج، الحاجه اللي هتخلينا نستبدل برنامج الاوديشن، ومن شركه ادوبي نفسها اللي هي عامله الاوديشن برضو. الموقع ده اسمه ادوبي بودكاست، ولكن اكتب جنب بودكاست انهانس اوديو، لان بودكاست ده اصلا موقع كبير جدا فيه اكتر من تخصص. زي ما انت شايف كده هو تاني موقع موجود. بتدخل بقى طبعا عليه الاكونت بتاعك الاول، بعدها يقوم فاتح لك بالواجهه دي. هنا في حاجه كده زي سامبل يعني، هنشوف نموذج يعني. خلينا نسمع كده صوت قلب التعديل. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. كده هيبقى بعد تعديل. Not the best place to record audio. Yet with جامد حرفيا، يا ريت يعني يشتغل معايا بنفس النتيجه دي. ناخد الملف بالشكل ده ونسيبه بقى ان هو دلوقتي يظبط الصوت بتاعه. طبعا الله لاحظت هنا بيقول لك ان دي النسخه البيتا، معناها ان هو لسه ما وصلش برده للليفل اللي هم عايزينه، حاجه كده تجريبيه يعني. فعادي لو كان في غلطه ولا حاجه في الصوت ولا كده هنعديها لهم، لان لسه الحوار ده بيتطور يعني. انا لسه من شويه وانا بفتح فيلمورا لقيتهم باعتين لي ابديت جديد، فالحوار ده لسه بيتطور يعني. خلينا بقى نسمع الصوت كده قبل وبعد التعديل ونلبس السماعات ونشوف الدنيا بتقول ايه. دلوقتي انا بجرب الادوبي بودكاست من شركه ادوبي، واللي المفروض ان هو بقى بيظبط لك الصوت كده زي الاوديشن، بيحط لك بقى الافكتات اللي انت محتاجها، بيظبط لك النويز، بيحط لك بقى شويه افكتات كتير كده بحيث ان هو يحول لك كواليتي الصوت بتاعتك خالص. طيب خلينا نسمع بقى بعد التعديل. دلوقتي انا بجرب الادوبي بودكاست من شركه ادوبي، واللي المفروض ان هو بقى بيظبط لك الصوت كده زي الاوديشن، بيحط لك بقى الافكتات اللي انت محتاجها، بيظبط لك النويز. هو مش بس حط لي نويز ريدكشن وشويه تاثيرات وكده، هو كمان على لي الصوت. هو لاحظ ان الصوت اصلا كان واطي شويه، فاما علي لي الصوت وشايل لي النويز وكمان وضح صوتي. اعتقد ان ده انجح من كمان السايلنس ديتكشن، لان هو ما غلطش معايا دلوقتي. السايلنس ديتكشن غلط شويه، ده تقريبا ما غلطش، ظبط لي الصوت حرفيا زي ما انا عايز. الموضوع ده بقى ينفعك لو انت مثلا بتسجل بمايك موبايل او مايك تعبان شويه، هيحول لك الصوت حرفيا. طيب دلوقتي هو في هنا انهانس سبيتش وفي هنا مايك تشيك. خلينا نشوف الحوار ده كده ايه المايك تشيك ده. هنعمل دلوقتي تيست مايك ونشوف. هو دلوقتي هيقول لك مثلا المايك قريب منك ولا بعيد، طب في نويز، طب ما فيش نويز، طب في دوشه حواليك تبعد مثلا، في المكان اللي انت بتصور فيه ده مثلا في صدى صوت ولا لا. هنقوم ضاغطين على التست مايك ونتكلم كده ونشوف هيقول لنا ايه. دلوقتي انا قلت كلمتين كده ودلوقتي بدا ان هو يحمل. بيقول لي دلوقتي ان المسافه بتاعت المايك كويسه، يعني انا مقرب من المايك يعني. الجين اللي هو النويز بيقول لي دلوقتي ان في نويز كتيره، المفروض النويز تكون في حدود المستطيل ده. النويز موجوده هنا فالنويز كتيره شويه. بيقول لي المكان اللي انت بتصور فيه هادي ما فيهوش اي مشكله، وبرده الايكو او صدى الصوت كويس، ما فيش عندك اي صدى صوت خالص. بصراحه انا شايفها كويسه جدا، لان في ناس بتسجل الصوت وبعدين بعد ما يخلصوا يتفاجئوا بقى بان في مثلا صدى صوت او نويز كتير. هنا بيقول لك يا عم خد بالك في هنا نويز مثلا في المكان اللي انت بتصور فيه او قرب شويه من المايك. حاجه جامده جدا الصراحه. خلينا بقى دلوقتي ننتقل الى الجزء المحمس جدا، وهو الشات جي بي تي. له اكتر من برنامج واكتر من موقع على الكمبيوتر وعلى الموبايل، ولكن مايكروسوفت عملت تريكايه كده هنقول عليها دلوقتي. كل الفكره ان شركه اوبن اي اي هي اللي ابتكرت الشات جي بي تي. لو جيت تكتب مثلا يا عم شات جي بي تي دلوقتي هتلاقي ان يقول لك دلوقتي ان الشات جي بي تي ده حاجه بالاي اي ديفلوبد باي اوبن اي اي، يعني شركه اوبن اي اي هي اللي عاملاه. خد بالك ان هو لسه معمول من شهر 11 اللي فات. احدث نسخه دلوقتي هي الشات جي بي تي 4، والنسخه اللي ستيبل لسه معموله من اسبوعين. دلوقتي انا اول لما كتبت شات جي بي تي، حركه صايعه بقى من مايكروسوفت انه جاب لك المستطيل ده كده وكانه شات جي بي تي. عشان نبسط الموضوع بقى، الشات جي بي تي الفكره الاصليه بتاعته من اوبن اي اي، وهي خدمه مدفوعه اصلا، ولكن مايكروسوفت بقى قالت ايه، احنا ندمج مع الانجن بتاعتنا اللي اسمها بينج حاجه شبيهه بالشات جي بي تي، سموها تقريبا نيو بينج او حاجه كده. موجوده هنا اهو زي ما انت شايف، تقدر تروح لها من هنا، وتقدر بمجرد ان انت تكتب شات جي بي تي في السيرش عندك تقوم ظاهره لك في مستطيل كده وتتكلم معاه. مش بس كده، انت لو رحت هنا في الستارت منيو كتبت اي حاجه هتلاقي كلمه شات جي بي تي ظهرت لك. وممكن برضه تقوم كاتب هنا بي او اي، ده بقى بيتيح لك شات جي بي تي 4 اللي هو الخدمه المدفوعه واحدث حاجه. لكن للاسف انت اخرك تقريبا رساله واحده. عندك بقى الشات جي بي تي دي النسخه المبدئيه تقريبا. خلينا نكلمه كده ونشوف الدنيا عامله ايه. اقول له دلوقتي ازيك. طبعا ده بقى انت عيش براحتك، مش زي الشات جي بي تي 4 اللي هو اخره بس 3 رسائل تقريبا في اليوم. دي نسخه مجانيه بقى تقدر تتكلم فيها زي ما انت عايز. رد عليا على طول اهو بيقول لي انا بخير ومش عارف ايه. طيب خلينا بقى نشوف الموضوع ده. نقول له مثلا دلوقتي ان انا صايم، شوف هيرد عليا ايه. طبعا الموضوع بيبقى مسلي، ممكن تستفيد منه، ممكن ان انت تخيل يقول لك نكته كده اي حاجه يعني. طيب دلوقتي هقول له عايز اعرف ميعاد الفطار. هو الفكره اصلا راجع برده لنفس السطر الاولاني ده، ان هو ما يعرفش اي حاجه بعد 2021. فطبعا ميعاد الفطار اتغير من 2021 دلوقتي، وبالتالي هيقعد ايه يعك معاك في الكلام. طيب خلينا نقول له اي حاجه تانية. نقول له مثلا ايه ان انا يوتيوبر.
تمام، انا هستغله شويه واقول له اشترك لي في القناه. تمام، هو ما يقدرش ان هو يشترك في القناه، هو بس مجرد ان هو لغه اصطناعيه زي ما هو كاتب يعني. طيب انا كتبت له دلوقتي اسم المشكله اللي ساعات بتقابلني في البريمير، هقول له بقى دلوقتي عايز حل المشكله دي في برنامج ادوبي بريمير. الغي تحديد الهاردوير اكسلريشن ديكودنج، ممكن اغير اداه الفيديو مثلا احولها لصيغه تانية او اقلل جودتها. والله كويس، والله انا استفدت. فضي مساحه مثلا على السي، ساعات كان بيبقى مملي عندي. كويس، مش وحش يعني. هو انا اصلا ما كنتش عارف حل المشكله دي فعليا، هو فادني دلوقتي ممكن انت تستفيد منه عن طريق ان انت تقول له امكانيات جهازك مثلا وايه الالعاب او البرامج اللي تقدر تشتغل معاها. قول له دلوقتي ايه افضل نسخه بريمير، هتقوم كاتب بقى امكانيات جهازك بالشكل ده. طب ما تقول اسم النسخه. بيقول لي زود الرامات وتقدر تشتغل على احدث نسخه. بس كده وبكده انا وريتك اخر حاجه توصل ليها الاي اي او الذكاء الاصطناعي. حرفيا الذكاء الاصطناعي عامل قلق الفتره دي، بقى دخل في حوار الجرافيك ديزاين، بعدين قال لك لا انا هخش في تعديل الصوت، وشويه هيخش في المونتاج كمان، بالاضافه بقى للشات جي بي تي. ده اختراع عبقري حرفيا، وكون ان فيه اهتمام رهيب بالموضوع ده فده هيخليه ان هو يتطور اسرع، وبالتالي احنا ممكن نشوف اختراع عظيم لا يقل تماما عن الفيسبوك مثلا اللي احنا بقينا بنستخدمه يوميا، وممكن ان هو يستبدل ان احنا نروح نعمل سيرش في جوجل وكده. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.